عن أمر تشتكيه. طيب، المرأة متى تغضب؟ إذا فقدت الرعاية والاهتمام. إذا ما اهتميت فيها، ما رعيتها، ما راعيت خاطرها، تغضب. أيضا المرأة إذا لم تشعر بالحب. وبكرة بالمناسبة يعني أنا رجل عمري 64 سنة ومتزوج لي 40 سنة، لا تزال تسألني زوجتي هذا السؤال: تحبني؟ حتنسألوا هذا السؤال، وهذا السؤال الذي لا تمل المرأة من سماع إجابته: أموت فيك. أنا أصلا ما أقدر يعني أتصور حياتي بدونك. أنت بالنسبة لي زي الهواء بالنسبة للرئة. ممكن أحيانا إذا مسختها بالمبالغة تحس، فبلاش يعني يقول كلمة واحدة كده اللي تطرف على لسانك عشان تطلع عفوية عشان تصدقك. بس إذا زودتها بلا أقول لك بس مسختها حتصدمك فيها. فإذا قالت لك تحبني لا تستغرب، ولا تسوي زي ما يسوي بعض الشباب: الحب مو بالكلام، الحب بالعمل. واحدة بعد 23 سنة طلبت الطلاق من زوجها لأنها تقسم، تقول: أقسم بالله ما سمعت منه طول ال 23 سنة كلمة أحبك. ورد عليها نفس الرد اللي أقول لكم إياه: والله يا دكتور الحب أنا اللي أفهمه بالعمل. نطت هي قالت: بس يا دكتور اسمع وهو يكلم صاحبه أبو سعيد: هلا أبو سعيد، هلا حبيبي، هلا عيوني، كيف حالك؟ قل: عمري ما سمعت حبيبي عيوني منه، ما حبيبه عيونه غير أبو سعيد، ما اللي تنبق عيون أبو سعيد. المرأة تحتاج أن تشعر أنها محبوبة بالقول والفعل. مو معناها أكون بكاش بالكلام وبالفعل بخيل وجلدة وغير لا، تحتاج هذا وتحتاج هذا. أيضا تغضب المرأة إذا فقدت حقها بإبداء الرأي. وانتبهوا، أرجع أقول لكم: بنات هذا الجيل يحتاج يحسوا أنهم مشاركات معك. لا تمشي بحياتك الزوجية على أنها آخر من يعلم. أنت اللي تفصل، وأنت اللي تختار، وأنت اللي تشتري، وأنت اللي تسوي كل حاجة. في رجال جوا البيت يبغى يتدخل بكل صغيرة وكبيرة، تجيبها على مزاجه. طب وهي رجل كرسي ما لها قيمة؟ البيت مو بيتك، البيت لها. البيت عمليا هي اللي عايشة فيه أكثر منك. كل ما في البيت ينبغي أن يتم اختياره بموافقتها، إلا بحالة واحدة، نقطة نظام زي ما يقولوا: يوم اللي تبغى تكلفك فوق طاقتك. قل لها: ما أقدر، أنا عيوني لك بس ما أقدر، ولا أبغى أعيش حياتي بالدين. لا ربي فرجها علينا، أبشري من العين دي قبل العين دي. ولكن ينبغي أن يؤخذ رأيها. إذا لم تكرس حبك لها، حتى لو كان اللي بالطرف الآخر أمك، ما في أغلى منها. زوجتك ما رايحة تدخلك الجنة، بس أمك هي اللي تدخلك الجنة أو تحرمك منها. لكن خليك ذكي في التعامل بين الاثنين. ما تجي أمام أمك تهملها. من المواقف اللي لن أنساها في حياتي، أخواننا العمانيين تحديدا سكان ظفار، سكان صلالة، لهم تربية خاصة، فيهم قدر هائل من اللطف. هذا الرجل من أقاربنا، من أرحامنا، جالسين، أمه ست كبيرة تقول له: ربي ما كتب له نصيب في البنين، كل خلفة بنات. فتقول له: متى نفرح بولد لك يا فلان؟ وزوجته بالطرف الآخر جالسة، إيش سوى؟ أبغى أزوجك وأفرح في بولد منك. قام لزوجته، مسك رأسها وقبل رأس زوجته وقال لها: ولد من غير فلانة ما أبغاه. هذا الموقف إيش يسوي بزوجته؟ هذا الموقف يخليها تشعر بدعم ما بعده دعم. تخيل العكس: اي والله يا امي، والله على يدك. والله غير تقول لك ابوك البعيد على ابو امك. انتبهوا، هي كلمة في موقف معين
لا تميل لا باتجاه زوجتك وتهمل أمك، ولا باتجاه أمك وتهمل زوجتك. هذه مواقف قد تبدو للعيان أنها بسيطة، لكن الحقيقة مفصلية. أنت ستكون في موقف ما هو سهل إذا حطيت بين الأم وبين الزوجة، لكن يفضل دائما إنك أنت كل ما أكرمت زوجتك، فيما لو ملت شوية اتجاه أمك في مواقف معينة حتغفر لك، بل ربما تصير هي الداعمة لك. وهناك نساء، ويمكن يقينا تعرفون من أخواتكم، من عماتكم، من خالاتكم، ممن يعني حواليكم، اللي يدفع الرجل باتجاه أمه هي زوجته. طبعا في نساء نسأل الله العفو والعافية على العكس تماما، يعني لو طالت تقتل أمه ولا تحذفها من شو اسمه الأحوال المدنية ما قصرت. لا يا بنتي، لولا أمه ما جاكي، لولا أمه ما شفتيه على سطح الأرض، لولا أمه ما صار رجل بعد الله عز وجل وفضله. فيوم اللي تشوفي منه انزعاج من أمه من أخته، لا تنبسطي، لا ترشي زي ما يقولوا على الموت سكر، لا، هنا توقفي في حلقه، لا أنا ما أسمح لك، هذه أمك، هذه أختك. إذا ربي عز وجل ما جعل فيك خير لأمك ما حيكون فيك خير لأحد، ولا ربي حيبارك لنا في حياتنا. الغضب اللي يكون فيه من فصل بايخ طلع من أمه والله غير يهمد وتكبري في عينه. لا توظفي المواقف الخلافية بينه وبين أهله وتكبريها عشان هو يلتفت لك، لأنه في لحظة من اللحظات سيدرك أنك عقربة، أنك إبليس لعين، ويفكرك فيها. فاكرة يوم اللي أمي وقلتي لي وعملتي لي، حيفكرك فيها، لكن يوم اللي تدفعيه باتجاه أمه وأهله حيشيلها رصيد لك. فانتبهي لهذا. إذا لم تجد المرأة زوج يتفهمها تغضب. أنت متى ما تفهم زوجتك؟ ما تفهمها يوم اللي تكون غير منصت، يوم اللي يكون بالك مشغول في أمور أخرى، ساعتها ما تفهمها، تكون هي تغرد في وادي وأنت في وادي آخر. إذا أردت أن تنصت، انصت بكل جوارحك لها. أيضا إذا لم تحترم، أما كيف ما تحترم عدوا انسى من الوسائل والأساليب اللي يظهرها الرجال بعدم احترام لهن. لا، زوجتك ينبغي أن تبقى كل الوقت شاعرة بالاحترام، بخاصة أمام أهلها. يوم اللي يجوا أهلها، إذا تبغى تظهر الاحترام الحقيقي ينبغي أن يظهر الاحترام لأهلها ولها بوجودهم. ترفع رأسها المرأة يوم اللي يكون زوجها مقدر رأيها، يوم اللي يشاورها في أبسط حاجة. طبعا مو معناها أني أنا أشاورها في أبسط حاجة قدام أهلها وبعد ما أهلها يتوكلوا على الرحمن ألعن أبو خاشها، هنا ما سويت شيء. هذا النفاق والسلوك المتناقض سينكشف. ينبغي أن تشعر أنها محترمة لو كنت لوحدها، لو كانت لوحدها مع أهلها، مع أهلك، في كل الحالات، وإلا فإنها ستغضب.